السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ولا زلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا زلت أتحدث عن مكانة الصديق ومناقبه وبركته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالصحابة وانتهاء بآخر رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الساعة. أستهل محاضرة الليلة بحديث جميل رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. هكذا ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لهذا الحديث المبارك. الحديث مروي عن ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان في الصحراء، انقطع عقد لي. هذا حديث غير حديث الإفك، وهذه الحادثة غير حادثة الإفك. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. يا للأدب ويا للخلق. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. أنا عاوزك تتخيل وتتفكر وتتدبر لتعلم كم فرطنا في حق نسائنا، وكم جفت ينابيع الحب في البيوت بسبب هذا الخلق الذي نتعامل به مع النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تصور لو أنك في سفر مثلا وأخبرتك زوجتك بأن عقدها قد ضاع منها أو سقط من رقبتها أو من صدرها، هل يا ترى من الممكن أن تؤخر الطيارة أو رحلة السفر من أجل أن تجبر خاطرها وأن ترضيها لتبحث لها، حتى وأنت تعلم يقينا أنه ربما لن تجد ولن تحصل على هذا العقد؟ هل يفكر أحدنا في أن يبقى مع زوجته جبرا لخاطرها وتطيبا لمشاعرها من أجل أن يسعدها ولو بالبحث فقط عن هذا العقد الذي انفرط أو انفلت من عنقها أو من على صدرها؟ تصور أنه صلى الله عليه وسلم وصاحب القدر العالي وصاحب المكان والمقام السامي يبقى مع عائشة رضي الله عنها ويترك الصحابة رضي الله عنهم. فتقول: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس. يعني مش الرسول بنفسه، وأقام الناس ليبحث عن عقد لعائشة صلى الله على المعلم والمربي.
تقول وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وليسوا على ماء يعني ليسوا على عين ماء، أو ليسوا بقريبين من عين ماء أو من بئر من أبار الماء. وأنتم تعلمون أن الصحراء لا يمكن أبدا أن يبقى الناس في مكان فيها إلا إذا كانوا يحملون الماء أو بالمقربة أو على مقربة من عين ماء. تقول عائشة رضي الله عنها وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ الناس بقى بيشكون أم المؤمنين إلى أبيها، ما يقدروش يشكوها للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون يقينا أنه يحبها، يعلمون يقينا أنه يحبها بأبي وأمي وروحي. فذهبوا يشكون عائشة التي أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرت، يشكونها لأبيها لأبي بكر رضي الله عنه. قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قد نام. مشهد من أرق مشاهد الحب في ظل هذا الجو. يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة وينام رضي الله عنها وهنيئا لها. تقول فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال، والرسول رأسه على فخذ عائشة، فقال له وهي جلسة: حبست رسول الله والناس؟ حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ أنا واثق أن الصديق بيتكلم بلهجة فيها غضب ومع ذلك بهمس، أنه يخشى أن يزعج أو يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الدليل على أنه كان بيتكلم بعنف، يتكلم بغضب، بيتكلم بانفعال؟ الدليل دليل عملي، ترجم هذا الانفعال وهذا الغضب ترجمة عملية. راح للسيدة عائشة يقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وظل يعاتبها وقال: ما شاء الله لي أن يقول. السيدة عائشة بتقول يعني قال ما شاء الله لي أن يقول، من تأنيب وتوبيخ وتقريع. ويترجم بقى هذا الغضب، تقول: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يضربها في وسطها بالقرب من البطن، يعني خاصرة. يعني هو يقول: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ويعاتبها ثم يطعنها ويضربها بيده في خاصرتها. انظر يا أخي إلى وفاء عائشة لرسول الله، وإلى هذا الحب الذي والله لو اجتمع أهل الحب على وجه الأرض ليتحدثوا عنه وليبينوه ما استطاعوا. فأنا لا أعلم أنثى عفيفة طاهرة أحبت زوجها كما أحبت عائشة نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وأنا مصر على هذا، بعد خديجة، ومصر أيضا على قولي: وما أحب زوج زوجه مثل ما أحب رسول الله عائشة بعد خديجة. هذا معتقد أهل السنة. بعد خديجة رضي الله عنها ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنثى قط مثل ما أحب خديجة رضي الله عنها. فخديجة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رمز الوفاء، وخديجة هي سكن إمام الأنبياء الذي كان لا يشعر بالسكينة إلا على صدرها وفي بيتها، والتي كانت كلماتها بمثابة السلسبيل الذي ينزل على صدره صلى الله عليه وسلم أو في جوفه
في اليوم القائض من شدة الحرارة. نعم، كلماتها كانت تثبته، وكلماتها كانت تملأ قلبه يقينا وثباتا يفوق ثبوت الجبال الرواسي. وتأتي بعد ذلك أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله عنهم جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله له أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. شوف الحب بقى، والله لا يفعل هذا إلا محبة، لا تفعل هذا الفعل إلا زوجة محبة وفية، ومش حب فقط، لا، حب وإجلال، حب وتقدير. قد تحب المرأة زوجها لسبب من الأسباب، لكن تحب المرأة زوجها وهي في ذات الوقت تجله وتقدره وتعرف له مكانته وتعرف له هيبته وتعرف له قدره ومقداره. هذه مسألة أخرى. هذا حب بجلال، وهذا أرقى وأعلى أنواع الحب. خلي بالك، الحب المسربل بالجلال أرقى وأعلى أنواع الحب. حب مش لدنيا، مش لشهوة، مش لغرض. إذا زال الغرض زال الحب. لا، حب لذات الشخص، لجلاله، لوقاره، لإيمانه، لهيبته، لمكانته، لدينه، لأخلاقه. كما قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما قالت ذلك إلا لرصيد من الحب تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها. ما قالت هذه الكلمات إلا لهذا الرصيد الضخم من الحب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل وملأ به حياته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة: فلا يمنعني. أبوها يطعنها في خاصرتها وعمال يعاتبها بشدة. تقول عائشة، اسمع العبارة العالية أوي دي: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. أنا بتألم بس مش قادر أتحرك عشان ما صحيش النبي. أنت عايش المشهد ده؟ أظنه عالي قوي. ما تعملوش إلا أم مع طفلها، مش كده؟ الأم ممكن تكون بتتألم جدا بس تتحمل الألم حتى لا توقظ طفلها، حتى لا توقظ رضيعها. نعم، ممكن يكون نيم على ايديها نومة أتعبتها، لكن تنظر إليه فتجد رضيعها أو طفلها في هدوء وفي سبات عميق، فتنظر إليه بابتسامة، وربما تطبع على جبينه قبلة حانية، ولا تسلت يدها من تحت رأسه وهو الضعيف الخفيف الوزن، حتى يبقى في أحلامه ويبقى في هدوءه ويبقى في لفائفه وادعة. نعم، لا يفعل هذا إلا أم مع طفلها، بل مع طفلها الذي تحبه. فتصور زوجة لا تتحرك مع طعنات تكال إليها في خاصرتها من أب، خلي بالك من اللي حوله ده، من أب قد يفوق حبه حب ابنته لرسول الله. يعني دي ضربات رجل غاضب حبا منه للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أخرت رسول الله وكيف أخرت الناس؟ فهذه أيضا معاتبة محب لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تقول: فنام رسول الله حتى أصبح. لا، وضع صعب. ما مش عاوزك، مش مجرد كلام نظري بيتقال. ممكن جربت انت كله بؤتق؟ كنت عاوز حد يكسفني ولو واحد بس. لا بقى، ده سبقك بيع عكاشة. ممكن ليلة كاملة
ينام ليلة كاملة على فخذ امرأته لا تتبرم ولا تتململ ولا تضجر حتى الصباح، يعني حتى وقت الفجر وهو ينام على فخذ امرأته وهي لا تتحرك. أنا أشهد الله هذا حدث معي مرة، بس مش مع زوجة، مع عالم من العلماء. كنا في حج، يعني لا أذكر 1418 1417 هجرية، لا أذكر بالضبط. وكنا في خيمة اللي كان هيبقى فيها الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين. صار بقى ما الفحول دول كلهم يجتمعوا في خيمة واحدة. فكنا حاجزين من الفجر، وأنا قاعد وقلت خلاص أنا أتيل المكان، ما فيش حد يقدر يحركنا أبدا. وفعلا يعني الحمد لله في شيخ من مشايخنا هنا في مصر، أسأل الله أن يمده بالصحة والعافية، هو لازال موجودا كبيرا، لازال موجودا، وكان حاضرا في هذه الخيمة. ومن شدة الألم والله يا إخواني يعني شيء عجيب، نام فوضع رأسه على فخذي، والله الذي لا إله غيره كنت أتألم غاية الألم ونفسي أتحرك، بس أنت قاعد وقت طويل بتبقى عاوز تتحرك. يمنعني وجود رأس الشيخ على فخذي من الحركة. تصور لو أن الرأس التي على فخذك هي رأس رسول الله. والله أنا أعلم أن من أولادنا الآن والله من هو مستعد أن يجلس يوما كاملا ولا يتحرك لو وضعت رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم على فخذه. صلى الله أن يجمعنا معه بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. صار أنا سعيد بأن عالم وضع رأسه على فخذي، سعيد غاية السعادة، ومش قادر أتحرك مع شدة الألم. فلا تستكثر على المحبين أن يفعلوا ذلك، لا تستكثر على عائشة التي أحبت بكل قلبها حبيبها ونبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطته هذه المكانة في قلبها وهذا الود والإجلال والتقدير والاحترام. ظل صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها حتى أصبح على غير ماء، ما فيش مية، ما معناش مية. فأنزل الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة أو في صباح هذه الليلة آية التيمم. خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة، خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة. أنزل الله عز وجل آية التيمم. فلما نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال أسيد بن حضير كلمات فقيهة بليغة جميلة، قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي بأول بركتكم؟ يعني دي مش أول بركات أبي بكر وآل أبي بكر على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم بركة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين عائشة: فبعثنا البعير، يعني قام البعير فالذي كنت عليه فوجدنا العقد الذي كنا نبحث عنه تحته، فأنزل الله آية التيمم رحمة منه على الأمة ببركة آل أبي بكر، وهو الصديق وابنته ومن معه، فهم بركة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. آل أبي بكر بركة بفضل الله. خفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة بنزول آية التيمم تكرمة منه ورحمة منه وفضلا منه لأم المؤمنين عائشة ولأبي بكر قبلها، فهي كرامة لآل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تظل هذه الكرامة وارفة الظلال ممتدة البركات والرحمات إلى أن يرث الله الأرض من عليها. تخفيف لو تدبرناه ووعيناه وعقلناه وعرفنا قيمته وقدره لعرفنا قيمة آل أبي بكر رضي الله عنه على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه
المناقب الجليلة ومن هذه الصور التي تدل على علو منزلة أبي بكر جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وأسألكم بالله أن تتدبروا معي جدا هذا الحديث العجيب الجليل الذي يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بصورة قد لا يستطيع أديب بليغ فضلا عن عالم أن يعبر عنها. الحديث رواه البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اسمع، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر، مجلس نبوي جميل، والصديق مقبل على هذا المجلس بصورة ملفتة للنظر، بصورة ملفتة للنظر. إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. الصديق رافع ثوبه من الأمام حتى ظهرت ركبتاه، حتى أبدى عن ركبتيه. المشهد ملفت، فعلا ملفت. وأقول ملفت إذا عرفت حياء الصديق ومروءة الصديق وكرم الصديق. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يفعل مثل هذا المشهد إلا في مواقف معينة وفي ظروف معينة. يقول أبو الدرداء: إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، ظهرت ركبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام: حبيب الحبيب والقريب من الحبيب. فقال حين رأى الصديق على هذه الحالة النبي قال إيه؟ اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر. في مغامرة، في أمر أغضب الصديق بسببه. أما صاحبكم فقد غامر. الحبيب يقرأ حبيبه، والصاحب يعرف طبائع صاحبه. أما صاحبكم فقد غامر. فسلم، يعني سلم أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، بينه وبين عمر إشكال، خلاف. إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني أسرعت إليه بالقول، يعني الصديق بيعترف بالخطأ. ثم ندمت على ما بدر مني تجاه الفاروق. الله على الأخوة، الله على المحبة. صديق، مش أنا بقى الصديق، وأنا ثاني اثنين، وأنا حبيب الحبيب. لا، أخطأ في حق عمر، أسرع له بالقول، وبعدين ندم، فراح يعتذر لعمر، فرفض عمر عذره. لا إله إلا الله. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. خلي بالك بقى من الجمال ده والتربية. يقول: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، أي أسرعت إليه بالقول، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. الله الله على الحب. كلام عالي قوي، أدب راقي قوي. كان بينه وبين عمر شيء، أسرعت بالقول، وبعدين ندمت، قلت له اغفر لي، رفض، فتركت مجلسه وأتيت إليك. ده كلام ما يزعلش، ده الكلام ده في حق عمر، يعني هذا الكلام في حق عمر. لا، ده هو مرضاش يقبل عذر الصديق. لا، شوف بقى النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام. يا الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. 3 مرات. رايح يطلب من مين يغفر له؟ من عمر. مين اللي يدعو له بالمغفرة؟ رسول الله. خلي بالك، ما تاخدش الكلام كده. هو يطلب المغفرة من عمر، فالذي يدعو الله له بالمغفرة رسول الله. يغفر الله لك يا أبا بكر،
يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. 3. عمر ندم. شوف أصحاب القلوب الطاهرة كيف يطلب منه الصديق أن يغفر له ويرفض. إزاي؟ فندم عمر هو الآخر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر، على طول يذهب لأخيه بيته، فيش كبر. خلي بالك من الدروس، ما هو مش عاوزك تاخد الحديث وخلاص ما انت هتقرأه وتحفظه، لكن شوف الدروس التربوية كيف يعلمنا الصحابة معنى الأخوة. الأخوة، سامحوني، الأخوة التي مش عاوز أقول ماتت، لكن مرضت مرضا عضالا، وأصبحت الأخوة الإيمانية بعيدة المنال، لا يتحلى بها إلا القلة من الأطهار الرجال. إنما المؤمنون إخوة. إن وجدت إيمانا بدون أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بدون إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا زالت المصلحة وانتهت المنفعة زالت هذه الأخوة الكاذبة، ما كانت لله. ألا تتفق معي أن الأخ الآن قد يتخلى عن أخوة أخيه بمنتهى الرخص لمجرد خطأ أو خلل من وجهة نظره، هو يرى أن أخاه قد أخطأ فيه من وجهة نظره، فيتخلى عن أخوته لأخيه التي دامت سنوات طوالة. أي أخوة هذه؟ أي أخوة؟ هل هذه أخوة الدين؟ هل هذه الأخوة في الله؟ هل هذا هو الحب الذي ينادي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة على أهله وأصحابه ليظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ لا ورب الكعبة، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم، الحب في الله والأخوة في الله ليست أمرا هينا وليست أمرا يسيرا، وإنما هي أمر عظيم وحمل ثقيل وأمانة كبيرة. وقد لا يفرط الأخ إن ذاق معنى الأخوة في الله، إن ذاق معنى الأخوة في الله لا يفرط أبدا في هذه الأخوة، وإن بدر من أخيه شيء أو وقعه في خطأ سواء كان مقصودا أو غير مقصود. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحب فيه وإلى الأخوة في الله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن أخطأت في حقك يا أخي وأتيت إليك لأعتذر إليك فلا تتفرعن علي، لا تتفرعن علي، لا تكن فرعونا علي. وإن أخطأت في حقي وأتيت إلي فلا أتفرعن وأنا الآخر عليك. فهذا الذي لا يقبل عذر أخيه فيه من سمات فرعون ما فيه من الكبر والصلف والغرور والقسوة. اقبل عذر أخيك، أنت لست ملكا وهو الآخر ليس ملكا، وأنا لست معصوما وأنت لست معصوما. لماذا إن أخطأت أنا لماذا لا تأتي إلي بأدب وحب وستر لتصحح لي خطئي؟ ربما أبين لك الحق. ولماذا لا تقبل توجيهي ونصحي إن كنت على حق؟ ولماذا لا أقبل عذرك إن جئت إلي معتذرا؟ ولماذا لا تقبل عذري إن جئت إليك معتذرا؟ من اللطائف، يعني أقول ذلك من باب الاستئناس فقط، أن إبليس، يعني أقول ذلك استئناسا لاستدلالا، أن إبليس ذهب يوما إلى فرعون فطرق عليه بابه، ففرعون بيقول له من بالباب؟ قال له تدعي الألوهية ولا تعلم من بالباب. تقول أنا ربكم الأعلى، تدعي الربوبية ولا تعلم من؟ ما تخليك ساتر نفسك بقى وخلاص وتسكت لحد من اللي بره يقول أنا فلان. تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب.
فقال: من؟ قال: إبليس. فدخل فقال له: يا فرعون، من أشر مني ومنك؟ إبليس وفرعون صعبة جدا. لطيفة يعني، خدها وخلاص، لكن ما تستشهدش بيه. قال: من أشر مني ومنك؟ فقال فرعون: وهل يوجد من هو أشر مني ومنك؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: من ذهب إليه أخوه معتذرا فلم يقبل عذره. ما تاخدهاش، ده جاء من إبليس، أنا بس فشوف سبحان الله، يعني الرجل اللي بيعتذر يعني يطامن من كبريائه ويعترف بخطئه ويذهب إلى أخيه، ما تقطموش بقى. الله، خلاص. النهارده أنا مرة كنت عندي المحاضرة دلوقتي العصر بشبيش، وسبحان الله مر على شاب من أولادنا وبيدخن سيجارة، مش شايفني، فأنا مش عاوز أحرجه ومش عاوز أجرحه. فأول ما شافنا قام رامي السيجارة وارتبك، وشه احمر. السلام عليكم، ازاي الحال يا حبيبي؟ ايه الأخبار؟ ربنا يشرح صدرك للحق والخير. خلاص انتهى الموضوع، ما تجرحوش بقى، انصح له بأدب، لأنك لو أشعرته أنه فعل خطأ لحيائه منك حين رأيته على المعصية، ستجرئه على فعل المعصية أمامك بعد ذلك. احتفظ بهذه الحشمة، احتفظ بهذه الحشمة وبهذه المكانة، وهذا فضل الله عليك. لكن لا تجامله على حساب الحق، وإنما ابذل له النصح بحق وأدب، ولا تجرح. فإن اعتذر فاقبل عذره، ولا تتعالى على أخيك. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الزاهد العابد التقي النقي الورع، فقام الرجل يسب أبا الدرداء سبا فظيعا جدا، وأبو الدرداء يسمع السباب ويصمت، والرجل يزيد. فالتفت إليه أبو الدرداء وقال كلمات عجيبة جدا لا يقولها إلا صحابي. قال: يا أخي، لا تفرط في سبنا، يعني ما تكترش قوي كده، لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إيه التربية دي؟ إيه التربية دي؟ أنا عارف إنها مسألة شاقة جدا وصعبة جدا على النفس، وقد يوفق الإنسان في موقف ولا يوفق في مواقف أخرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشاهد: عمر بن الخطاب يذهب بنفسه إلى بيت أخيه الحبيب أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا، فراح ينادي: أثم أبو بكر؟ ينادي على أهل البيت: أثم أبو بكر؟ أبو بكر موجود؟ أثم أبو بكر؟ ثلاثا، فقالوا لا. فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيروح فين؟ فأول ما وصل عمر، يا الله، مشهد صعب مرعب، فجعل وجه النبي يتمعر يتغير من شدة الغضب مجرد ما رأى عمر. طب ده عمر ما أخطأش في حق الصديق، ده هو بس قال له اغفر لي، أبى، لكن ما أسأش إليه ولا رد عليه أبدا. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير لونه من شدة الغضب. وفي بعض الروايات يتمغر، يتمغر بالغين مش بالعين، ويتمغر أي يحمر من شدة. لما كان النبي يغضب كان يحمر وجهه كأنك فقأت في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. وكان في عرق في جبينه الأزهر الأنور، لما يغضب ينتفخ ويظهر هذا العرق عليه الصلاة والسلام، بس الوجه يحمر كأنك فقأت رمانا
في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فصار وجهه لون وجهه لون الرمان، فجعل وجهه يتمغر بالغين. سبحان الله، في حديث أو في رواية أبي أمامة عند أبي يعلى، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، في رواية أبي يعلى من حديث أبي أمامة في نفس القصة. فجلس عمر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمامه عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله، أنت متخيل دي؟ صار لما تروح لعالم من العلماء وتجلس في وجهه ويعرض عنك، مش عاوز يشوفك، رعب. عمر كل ما يجلس في قبالة وجهه عليه الصلاة والسلام يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأعرض عنه النبي، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجانب الآخر وأعرض عن عمر، فقام عمر بن الخطاب فجلس بين يديه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم تحول فجلس في مجلس آخر وأعرض عنه ثاني. فقال عمر: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خبر، فما لا خير في حياتي، لا خير في حياتي وأنت معرض عني، ما قيمة الحياة وأنت معرض عني، لا خير في حياتي وأنت معرض عني. اسمع اسمع. فقال له: بأبي وأمي وروحي، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يا الله، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه، أنت يجي لك الصديق يعتذر لك ما تقبلش عذره، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني يقول له صلى الله عليه وسلم: يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. فقال عمر: والذي بعثك بالحق، ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له. الثلاث مرات يقول لي وأنا أقول اللهم اغفر له، بس في نفسي ما جهرش بيها. والذي بعثك بالحق، ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له. ثم قال عمر: يا رسول الله، والله ما خلق الله من أحد أحب إلي من أبي بكر بعدك، والله ما خلق الله من أحد أحب إلي من أبي بكر بعدك. فقال أبو بكر وهو في نفس المجلس: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، يعني والله ما خلق الله أحدا أحب إلي من عمر بعدك، أي بعده صلى الله عليه وسلم. ارجع لرواية أبي الدرداء في صحيح البخاري، يقول: فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أو يتمغر حتى أشفق أبو بكر. يا الله، ده قلب الصديق بقى. حتى أشفق أبو بكر على عمر، حتى أشفق أبو بكر، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا كنت أظلم. قالها مرتين، جثى على ركبتيه، قام وقف لما شاف وجه النبي وغضب النبي
وانفعال النبي وإعراض النبي عن عمر قام جثى على ركبتيه. وعاوزك تتخيل المشهد، يعني تعبير عن الخوف، تعبير عملي. جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا، قال: بأبي وأمي إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أذي الصديق بعدها. هل يجرؤ مخلوق بعد ذلك إلا إن كان غبيا على إيذاء الصديق، إلا إن كان مخذولا، إلا إن كان محروما على إيذاء الصديق ولو بنظرة، فضلا عن كلمة، فضلا عن غمزة أو همزة أو لمزة، فضلا عن فعل، فضلا عن مقال ينال منه أو من عرضه أو من شرفه أو من عرض ابنته أو من شرف وردته وزهرته التي تفتحت في بيت الصدق وترعرعت في بيت النبوة وسمعت القرآن غضا طريا وحدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وما نزل الوحي في لحاف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف بنت أبي بكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. حديث ده يا إخوانا الحقيقة أنا من أرق ما قرأت وما حفظت من أحاديث في منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مكانة وعلو قدر أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا. لا يجرؤ أحد بعد هذا البيان النبوي أن ينال من أبي بكر رضي الله عنه. من المواقف الجميلة أيضا التي تدل على تكريمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما كان منه يوم فتح مكة. فلقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. فقد يكرم الوالد من أجل ولده، وقد ترفع مكانة الوالد في الدنيا والآخرة من أجل مكانة ولده. في الدنيا فهذا أمر مشاهد معروف لكم، قد يرفع ذكر الوالد بذكر ولده الحافظ للقرآن، بذكر ولده العالم، بذكر ولده المتفوق في الطب أو الهندسة أو الذرة أو الكيمياء أو الجيولوجيا، قد يرفع ذكر الوالد. أما في الآخرة ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقد يظل ذكر الوالد في الدنيا ويظل أثر ولده عليه كذلك في الآخرة ممتدا بدعوة أو بعمل صالح أو بأثر طيب يرفع إلى صحيفة الوالد من ولده أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام ابن حبان وغيرهما بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال:
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع خلاف بين بني عمرو بن عوف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف. فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر، تأخر، فقام أمر بأبا بكر فتقدم للصلاة بالصحابة رضي الله عنه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فضج الصحابة وصفقوا وصفحوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام شق الصفوف ووقف خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر إذا دخل الصلاة لا يلتفت، فلما رأى التصفيح لا يكف ولا يمسك الصحابة عنه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه رسول الله بيده هكذا أن أمضه، يعني استمر أتم الصلاة. فقام أبو بكر كهيئته فحمد الله على ذلك، ثم مشى القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك، أي إذ أشرت إليك، ألا تكون مضيت؟ ما الذي منعك ألا تتم الصلاة؟ ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال أبو بكر المؤدب المربى المهذب، فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله. لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله، أن يصلي إماما بإمام الأئمة وسيد الأمة. ما كان أو لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر إن دل فإنما يدل على مكانة الصديق، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في إمامته للصلاة، ورسول الله يصلي مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففيه تنويه بقدر الصديق ومكانة الصديق. ولكن أبا بكر رضي الله عنه سلك مع أستاذه ونبيه طريق الأدب، وسلك أستاذه ونبيه معه طريق التواضع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع في هذا المقام لأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يظهر مقام الأدب ويعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمقام الأدب في هذا المقام الجميل. لا أزيد على يا خالق الصديق سبحانك، هذا الصديق الذي رباه المصطفى وكفى. ما أحوجنا إلى التواضع من المعلم والمربي، وما أحوجنا إلى الأدب من التلميذ والمتعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع، وألا يحرمنا وإياكم مقام الأدب. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأتوقف عند هذا المقام لأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء.